ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو الفات. طمنونا عليكم واتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي. اول حاجه عندنا هنا هو بصل وفلفل، 4 بصلات واربع فلفلات كده صغيرين، وعندنا ملح وفلفل وبهارات مشكله او 7 بهارات وزيت، وعندنا هنا اللحمه المفرومه. اهم حاجه اللحمه المفرومه دي تقولي للجزار وهو بيفرمها يفرمها وشين. تاني حاجة جبت البصل وجبت الفلفل الرومي وحطهم في الكبة هنا كلهم مع بعض، قطعتهم كده تقطيع عشوائي بالسكينة. حطهم بقى في الكبة هنا عشان افرمهم كويس. بعد كده جبت البصل والفلفل بعد ما اتفرموا حطيتهم في مصفى، وحطيت تحت المصفى دي طبق. الخطوة دي مهمة جدا. بعد كده هجيب معلقة وابتدي ان انا اصفي البصل والفلفل كويس جدا من اي مية موجودة جواه. لازم اصفي كمية المية الموجودة كلها جوه البصل والفلفل علشان الحواوشي ما يطلعش طري وفيه مية. بصي المية اللي طلعت قد ايه. ما كانش ينفع ابدا المية دي تبقى موجودة واحنا بنعمل الحواوشي، لان هي هتبوظه وهتخليه طري ومليان مية. بعد كده جبت اللحمة المفرومة، ده حوالي ربع كيلو، حطيت عليه بقى كمية البصل المفروم والفلفل كله كده مع بعضه، وهبتدي بقى ان انا ابهره. احط على الكمية دي حوالي معلقة وربع من الملح. كان المعيار كويس جدا، معلقة وربع. بعد كده احط حوالي ربع معلقة من الفلفل الاسود، مش هكتر عشان ما يغمقش معايا طبعا لون اللحمة، ربع معلقة بس. وبعدين هحط معلقة صغيرة كده من البهارات المشكلة او ال7 بهارات او بهارات الحواوشي لو متوفرة عندي. بعد كده همسك الحواوشي بقى والبصل والفلفل والتوابل وهدعكه كويس جدا في بعضه لحد ما هخلط المكونات دي كلها كويس جدا. انا قعدت حوالي 3 4 دقايق اعجن كويس جدا في اللحمة مع البصل والفلفل عشان كله بقى ايه يمتزج مع بعضه كده، وكمان اللحمة تبقى ايه مفرومة كويس قوي معايا. هنا خلاص كنت بقى عجنت كله مع بعضه لحد ما بصوا اللحمة امتزجت مع البصل والفلفل، وكمان اللحمة المفرومة بتبقى عاملة خيوط بيضة كده، ده دليل ان خلاص انتي عملتيها كويس وهتبقى حلوة معاكي قوي لما تيجي تفرديها في الحواوشي. اهم حاجة ان انتي تعجنيها كويس بايديكي مع البصل والفلفل لحد ما تطلع كده فطل بيضة في ايديكي. هنسيبها بقى في التلاجة حوالي نص ساعة تتشمع، وبعد كده هاخدها اشتغل بيها على طول. الخطوة دي مهمة ان احنا نسيبها في التلاجة تتشمع عشان تبقى ماسكة نفسها وانا بشتغل بيها، ما تبقاش ايه فكة وطرية. هجيب بقى العيش البلدي عادي جدا، وهبتدي ان انا افتحه كده من فوق بطريقة بسيطة قوي بالمقص. بجيب المقص وبجيب العيش من فوق كده وببتدي اشيل الجزء بس الحتة اللي فوق كده من العيش. انا هنا قلت افتح معاكم رغيف عشان تبقى الطريقه ايه قدامكم. عادي هفتح بس الجزء من فوق كده، الرغيف من فوق كده من الحته اللي فوق دي على شكل دايره، وهبتدي ان انا افتحه بقى عادي اسلكه كده من بعضه. هنا ده الرغيف ده مرضيش يشتغل معايا، مرضيش يفتح معايا، فقلت لكم ايه عادي بنفتحه بالطريقه دي ببساطه. بعد كده بجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتي وابتدي ان انا اخد منها كده واعمل اللحمه على شكل كوره. موضوع بسيط قوي بس النتيجه كانت جميله وكان طعمه حلو قوي وعجبنا. ابتدي بقى ان انا احشي العيش هنا ايه بصوابعي، ابتدي اوزع كمية اللحمة دي كويس جدا على رغيف العيش اللي قدامي. اوزع كويس طبعا بايدي عشان ما يبقاش ايه اللحمة مكلكعة معايا. بس هنا كنت وزعت اللحمة بالطريقة دي ببساطة جدا، ما خدتش مني اي وقت، وكمان لما حطيتها في التلاجة اللحم مبقتش تلزق في ايدي. فاهمة قصدي ايه؟ يعني مبقتش اللحمة تلزق في ايدي، لا هي بقت سلسة جدا لما اتشمعت. هنا بقى خلاص همسك بقى الرغيف بعد ما اوزع فيه اللحمة، وهضغط عليه كويس جدا بايدي. لازم اعمل كده علشان اللحمة تتوزع ما يبقاش مكلكع، وهقلب برضو على الوش التاني وابتدي اوزع. هنا كنت حشيت كمان رغيف. بعد ما بتحشيه كده تبتدي برضو ايه تقفليه وتضغطي عليه من الوش ده شوية ومن الوش التاني شوية عشان توزعي اللحمة ايه بالتساوي في الرغيف. هنا خلاص كنت كورت تاني كورة، وهبتدي بقى ان انا ايه احشي كمان الرغيف اللي قدامي ده. موضوع بسيط قوي، ما كتريش في الحواوشي في البهارات عشان ما يبقاش طعم البهارات طاغي قوي. هي كده البهارات بتاعه الحواوشي ملح وفلفل وبهارات مشكلة او 7 بهارات او بهارات حواوشي. ما تحطيش بقى اي حاجة تانية، هي البهارات المشكلة بيبقى فيها كل حاجة.
بيبقى فيها قرفة وبيبقى فيها كبابة صيني وبيبقى فيها حاجات كتيرة قوي، بتبقى لما كل البهارات اللي موجودة. هنا خلاص كنت عملت 5 ترغيفة كده. تمام، هبتدي بقى ان انا اجيب الصينية بتاعتي واحط فيها شوية زيت واوزعها كده بالفرشة عشان اسويه في الفرن. في ناس بتسويها على البوتاجاز من فوق، لا بس انا بحب ان انا انجز كده ايه، وادخل الكمية كلها مع بعضها تستوي في وقت واحد. هنا كنت رصيت هنا 3 ترغيفة، ابتدي بقى ان انا احط على وش كل رغيف شوية زيت صغيرين. انا ما بكترش يا جماعة، انا بحط يا دوبك نقط. ابتدي ان انا اوزع بالفرشة كويس جدا. الخطوة دي مهمة عشان العيش ما ينشفش معاكي في الفرن، يبقى محمص. لازم بقى توزعي الزيت ده كويس جدا على وش العيش كده. بتوزعي بقى ببساطة كده بالفرشة، وبتقلبي برضو على الوش التاني وتحطي شوية زيت صغيرين وتوزعي برضو بالفرشة. هنا الوش التاني اهو، ابتدي برضو احط زيت واوزع بالفرشة عشان ايه، يبقى طالع حلو كده وطري، وما يطلعش ناشف ومحمص معايا من درجة حرارة الفرن. عايزة اقول لكم كان طعمه تحفة جدا والله يا جماعة، جربوه بالطريقة دي. هنا بقيت الكمية ابتدي برضو اوزع الزيت على الايه، على الوشين. كان طعمه تحفة وما خدش وقت وكان جميل و... وعملت كمان معاه شوية طحينة، بخش شوفوها. طحينة بتنفع مع المشويات ومع الحواوشي ومع المحاشي، وسهلة او بتاخدش وقت خالص. خش شوفوها، هنزلها برضو في فيديو منفصل. الخطوة دي مهمة قوي، لازم توزعي الزيت بالتساوي على الرغيف كله عشان لما يخش الفرن ما يتحمص وايه وينشف. هنا خلاص كنت عملت الكمية كلها بتاعة الحواوشي. هبتدي بقى ان انا ادخل الصواني دي في الفرن، هدخلها على الصاج. عارفين الصاج اللي بتبقى منها للنار على طول، مش هحطه على الشبكة ولا حاجة. هدخل بقى الحواوشي ده على الصاج لحد ما ياخد ايه، لون من تحت. بعد كده هقلبه على الوش التاني ياخد لون، ما بشغلش عليه شواية ولا حاجة. انا بدخله كده على الصاجة، وبعد ربع ساعة كده يبتدي ياخد لون، بقلبه على الوش التاني. هنا كنت طلعت الحواوشي، بصوا بقى، بصولي بقى على الجمال ده والحلاوة دي كده، واخد لون وحلوة قوي. عايزه اقول لكم خطوه مهمه قوي، بعد ما بتطلعي الحواوشي من الفرن بتحطيه في طبق وتغطيه باي فوطه، بس ايه 5 دقايق علشان يبقى طري معاكي، ما يبقاش ناشف. حباه مقرمش قوي ومحرمش قوي ما تغطيهوش. هنا خلاص كنت عملت الحواوشي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كان شكله تحفه وطعمه كان تحفتين. طريقه سهله وبسيطه وما خدش مني اي وقت خالص، والريحه يا جماعه كانت جميله جدا. هنا كان لسه سخن، كنت عايزه اوريكم بقى، بصوا الدخان لسه كان طالع منه كده، وحاجة يعني تفتح النفس. طبعا قدمت معاه طحينة زي ما قلتلكوا اهوت بالشكل ده. خشوا شوفوها، عاملاها فيديو منفصل. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش اهم حاجة الاشتراك في القناة عشان يوصلك الوصفات الجديدة ان شاء الله اللي انا ناوية انزلها، وتدعميني بلايك وتشير الفيديو على قد ما تقدري علشان القناة تكبر ونكبر مع بعض كده ونبقى أسرة. بحبكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.